اكتر حاجتين غلط كنت بعملهم وانا بخطط ليومي. الاولى اني كنت بعمل الخطة محكمة جدا بالثانية، هصحى بدري جدا وهستغل كل وقتي، وانا في الطريق هعمل كذا، وانا بطبخ هسمع كذا، على اعتبار اني سوبر ماما بقى. والنتيجة اني بكون مضغوطة جدا علشان بحس اني ملحقتش انفذ كل الكلام ده طبعا وسط الشغل والبيت. والبديل اني بقيت ارتب جدولي على اقل شوية من قدراتي، مش على قدها بالظبط، وبسيب شوية براح لأحداث طارئة ممكن تحصل عادي. والنتيجة اني بقيت بخلص اسرع وانا حاسة بالفرح والانجاز، وعندي طاقة اعمل حاجات زيادة من جدول تاني يوم. تاني غلطة اني احط في اليوم الواحد مهام كتير ملهمش علاقة ببعض، وده كان بيخليني اتشتت جدا ودايما حاسة اني مستعجلة كأني عايزة اجري يمكن الحق، ولو ملحقتش بحس بالتقصير جدا. والحل اني بقيت احط مهمة واحدة بس كبيرة في اليوم وبقسمها لحتت صغيرة علشان اقدر اخلصها من غير تشتيت. ولو خلصت ممكن ابقى حاطة 3 مهام على جنب صغيرين، لو خلصت هاخد منهم. والكل اللي هيسألني على البلانر متاحة على الويب سايت بتاعنا بس، وعليهم اوفرز حلوة جدا الفترة دي، اتمنى تلحقوها.